السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد. يوم الاثنين الجاي وتحديدا إن شاء الله في يوم 13 مايو 2024 توكيل غبور هيقدم رسميا عربيته المجمعة محليا هيونداي الانترا اي دي عشان تكون بديل بقى لشقيقتها أو أختها الصغيرة الانترا اتش دي اللي التوكيل أعلن رسميا خلاص إن هو واقف إنتاجها أو واقف تجميعها هنا في مصر، والعربية بقى لها فترة كبيرة واقفة بره، إنتاجها واقف بره. ناس كتير مستنيين العربية تنزل، خصوصا إن العربية دي يا جماعة الانترا اي دي عربية كويسة جدا، بتيجي بموتور حلو جدا اعتمادي مفيش منه اي مشاكل، وكمان ابعادها كويسه لما كانت بتنزل بقى، لان برضه توكيل غبور بدا من فتره كبيره ما ينزلهاش. وبالنسبه لاتش دي فهي عربيه قبل كده عملنا عنها ريفيو، تقدر برضه حضرتك تخش تتفرج عليه. ليه بقى؟ لان حضرتك ساعتها هتقدر تقيم بقى سياسه التوكيل، هل التوكيل واقف انتاج عربيه يعني يعتبر عاديه وهينزل عربيه تانية احسن منها؟ طب هينزل العربيه اللي هينزلها دي بنفس اسعار القديمه ولا اسعار اغلى منها؟ لانه بقى لو نزلها بامكانيات اقل وسعر اعلى يبقى كده التوكيل بالنسبه له السياسه دي مش سياسه مش كويسه. لكن لو هينزلها بامكانيات اعلى بس سعر اعلى حاجه بسيطه فده عادي جدا طبعا، لان الاسعار غليت مش زي الاول. الانترا اتش دي واي دي يعتبر يلخبطوا شويه، هما الاثنين تبع عائله الانترا، فلازم برضو حضرتك تعرف ان الانترا اتش دي هي الجيل الرابع من الانترا. يعني شركه هيونداي عامله الانترا الجيل الرابع منها اتش دي، بعد كده عملت الجيل الخامس اللي هو الام دي بعد ما وقفت انتاج الاتش دي، بعد كده عملت تحديثات او فيس ليفت على الام دي وسميتها اي دي اللي هي ان شاء الله توكيل هينزلها. بعد كده بقى عملت الجيل السادس من الانترا وهي الانترا سي ان 7 اللي بتنزل بامكانيات تانية بقى خالص. اتش دي واي دي انتاجه بتوقف بره، شركه بقى هيونداي الام حاليا بتنزل بس السي ان 7، العربيه بقى اللي بعيده يعتبر عن اتش دي واي دي وام دي وكل عيله دي. بقى خلونا بقى نكلمكم اكتر عن الانترا اي دي. الانترا اي دي عربيه سيدان كومباكت تنزل من الموتور، وهتنزل كمان من الموتور المعتمد بقى عند الانترا اللي هو 4 سلندر 1600 سي سي تنفس طبيعي، 127 حصان، 155 نيوتن، مع فتيس اوتوماتيك 6 سرعات. منظومه كويسه جدا واعتماديه مفيش بينها اي مشاكل، وكمان قطع غير متوفره بكثره في السوق المصري. اما بالنسبه للابعاد فالعربيه طويله وكويسه جدا من ناحيه الابعاد، طولها 4 متر و62 سم، والعرض متر و80 سم، وطول قاعده العجلات 2 متر و70 سم. طول قاعده عجلات حلوه، العربيه من جوه مساحتها كويسه. طول خلوص الارضي للعربيه بيجي 15 سم. بالنسبه لتجهيزات العربيه من بره فالعربيه هتيجي بفوانيس هالوجين مع دي لايتس ال اي دي، شبكه في الامام كبيره شيك جواها علامه هيونداي، مرايات كهرباء، ازاز فاميه، جنود 15 بوصه تصاعد في الفئه الاولى والثانيه، لكن هتكون جنود سبور 16 بوصه في الفئه الثالثه. وهنا طبعا لازم نقف بس ثانيه واحده كده، ازاي عربيه في سنه 2024 بالامكانيات دي، او بمعنى اصح هتنزل في رينج مثلا الاسعار زي ما نقول لحضراتكم كمان شويه انها ممكن تعدي المليون وتنزل بجنط 15 بوصه تصوت؟ نقطه غريبه بصراحه. العربيه هيكون فيها كاميرا خلفيه في الفئه الثانيه، وكمان برضه فيها حساسات في الفئه الثالثه. من ناحيه التجهيزات فالعربيه من جوه هيكون فيها فرش جلد في قماش في الفئه الاولى والثانيه، لكن الفئه الثالثه هيكون فيها فرش جلد بالكامل. هيكون فيها شاشه 7 بوصه تاتش من الفئه الثانيه، شاحن وايرلس في الفئه الثالثه، شاشه عدادات 3.5 بوصه في الفئه الاولى والثانيه، لكن هتكون 4.5 بوصه في الفئه الثالثه، نظام صوت مكون من 4 سماعات، وانظمه قياده ايكو وكومفورت. اما بالنسبه لعوامل الامان والسلامه فالعربيه هتيجي من اول فئه فيها 2 ايرباج، في انظمه الفرامل الاي بي اس اللي هو نظام فرامل مانعه للانغلاق، والاي بي دي اللي هو توزيع قوه الفرامل الكترونيا. هيكون فيها مثبت سرعه في الفئه الثالثه، وهيكون فيها كاميرا خلفيه في الفئه الثانيه. بس للاسف بقى حسب اخبار التوكيل ان العربيه مش هيكون فيها اي اس بي او الثبات الالكتروني. طب ازاي بس يا جماعه؟ يعني ازاي عربيه في 2024 مش هيكون فيها عامل امان مهم جدا زي الثبات الالكتروني؟ عربيه هتعدي المليون جنيه مش هيكون فيها العامل ده. خلينا بقى كمان نقول لحضراتكم ان الار بي العربيه اللي اصغر من دي برضه ما بينزلش فيها اي اس بي، وكمان الاتش دي ما كانش بينزل فيها الاي اس بي، لكن بقى السي ان 7 اللي هي اعلى من العربيات دي كلها فيها الاي اس بي من اول فئه. فهل بقى التوكيل قاصد حاجه زي كده عشان خاطر يخلي السي ان 7 تتميز على دول كلهم والمستهلك يروح يشتريها اول حاجه، ولا ايه؟ مش عارفين بصراحه. اتمنى يكون التوكيل ما ركزش قوي وبين الخبر ده لينا ويكون الكلام ده غلط، تنزل العربيه فيها اي اس بي لان العامل ده مهم جدا في العربيات. واخر حاجه في عوامل الامان والسلامه ان العربيه يكون فيها حساسات ركن في اعلى فئه. بالنسبه للاسعار فالاخبار برضو اللي جات لنا من التوكيل ان العربيه هتطرح بثلاث فئات، اول فئه 950,000، وتاني فئه وتالت فئه ممكن بقى الرينج بتاعهم يعدي المليون، ده بالنسبه للاسعار الرسميه. لكن طبعا المعارض ما بتوصاش بقى في الاوفر برايس، يعني ممكن اعلى فئه فيها بالاوفر برايس تلاقيها معديه مليون 200. بالمناسبه اعلى فئه دي يعتبر هي احسن فئه فيها الحصان الرابح، لان اعلى فئه هيكون بقى فيها حساسات الركن، وهيكون بقى فيها كمان الجنوط السبور والتسعير ده بالنسبه للتوكيل. فالتوكيل عامل كده عشان يوازن بالاسعار ار بي اللي هو برده بيقفلها هنا في مصر وبين السي ان 7. يعني العربيه لما يجي ينزلها اللي هي الاي دي ما ينفعش ينزلها بسعر زي الار بي، عشان الار بي دلوقتي عامله مبيعات كويسه جدا، فكده هيحرق الار بي.
وكمان ما ينفعش ينزلها بسعر مقارب للسي ان 7، لان السي ان 7 بتنزل باسعار من 1.400 ل 1.880 وامكانياتها اعلى من الاي دي، فما ينفعش طبعا الاي دي تبقى في نفس رينج السعر بتاع السي ان 7. طيب بعد ما اتعرفنا على الامكانيات اللي جات لنا من التوكيل بخصوص العربيه، تعالينا ايه؟ اول حاجه بالنسبه للخطوه نفسها فهي خطوه كويسه، التجديد مطلوب، خصوصا كمان لان عربيه اتش دي انتهت حرفيا من زمان بره، وكمان الاي دي، بس الاي دي امكانياتها احسن من اتش دي. تاني نقطه رينج السعر، لازم حضرتك تعرف ان العربيات حاليا في مصر مفيش سعر عادل ليها، يعني مفيش توكيل بيطرح عربيه بسعر عادل او سعر معقول. والنقطه المرتبطه ارتباط وثيق جدا بالحوار ده ان حضرتك لازم تعرف ان العربيه التجميع المحلي المفروض تكون ارخص بكتير جدا من العربيه المستورده بالكامل، لكن للاسف بقى هي سياسات توكيلات احنا اتكلمنا عنها قبل كده كذا مره. طب تجهيزات العربيه، للاسف من ناحيه الكماليات فاعلى فئه بس هي اللي هتكون كويسه جدا، لان زي ما قلنا فيها جنوط سبور وفيها كمان حساسات ركن مع اضاءه ال اي دي، لكن اقل فئه هتكون فئه فقيره او فاضيه لان ما فيهاش بقى شاشه وكمان ما فيهاش كاميرا خلفيه. طب بالنسبه لعوامل الامان، لازم حضرتك تعرف ان عدم توافر اي اس بي في العربيه فهو نقطه سلبيه جدا فيها، لازم التوكيل يراجع نفسه في الحوار ده لان كده العربيه فيها نقطه ضعف. في النهايه برضو نتمنى ان النقط السلبيه اللي موجوده في العربيه لو وصلت لنا ان التوكيل هينزلها، التوكيل يراجع نفسه فيها وتكون دي مش حقيقيه، خصوصا بقى ان العربيه دي بتطرح في السعوديه بامكانيات اعلى من كده وبرينج سعر اقل. حضرتك لازم تعرف ان العربيه دي في السعوديه عامله 45000 ريال، يعني تقريبا 575,000 جنيه مصري، فازاي بقى بتنزل بره في السعوديه بامكانيات اعلى وبسعر اقل؟ عامه هو يوم الاثنين ان شاء الله مش بعيد، وان شاء الله نوعد حضراتكم انها اول ما تنزل هنعمل ريفيو مفصل عنها. في نهايه الفيديو بقى لو عجبك الفيديو ده عامله بلايك وشير وسبسكرايب، ونقابلكم ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.